السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني المحترمين من كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة أنا جايبه لكم الفيديو المنتظر، قلت لكم هصور لكم البنطلونات اللي في الوكالة علشان نكمل مشروعنا ونكمل أسعارنا اللي هنقدر ناكل منها عيش بإذن الله. تمام. النهاردة كنت في الوكالة السبت. تمام. الفيديو بينزل الحد لانه بيفضل طول الليل يحمل. النت اليومين دول ضعيف شوية، ممكن يكون ضغط دراسة معرفش، بس هو النت ضعيف شوية، فالفيديو هينزل لكم الصبح اللي هو الحد. تمام. انا على العموم مصورة السبت زي ما انتوا شايفين. السعر كان 25 جنيه على اي بنطلون من البنطلونات دي. انتي بقى ممكن بصوا H&M شايفين قدامكم اهو، انا ما جبتش حاجة من عندي. انتي بقى تنقي ماركة زي دي، تنقي ماركة زي زارا، تنقي ماركة زي ماكس، وهتشوفي معايا دلوقتي ان في ماركات كتير. تمام. بنطلون زي ده بيتي لما تاخديه ب25 وتبيعيه ب40 تبيعيه ب50. فهماني؟ بس كله بيرجع لذوقك انتي في تقديم الحاجة. فهماني؟ انتي ممكن تقدمي الحاجة تسوى 100، وممكن تقدمي حاجة تانية لزبونة ما تاخدهاش ب10 جنيه. طبعا انتي فهماني؟ يعني طريقة تطبيق الحاجة، طريقة تغليف الحاجة، انتي فهماني؟ وانتي بتطلعي الحاجة كده من الغلاف قدام الزبونة. بصوا مثلا البنطلون ده قد ايه شيك. بصي لما تاخدي ده ب25 جنيه وتبيعيه بحوالي 60 70 جنيه، انتي الكسبانة. بنطلون زي ده برضو عامل زي المشحم كده شوية. بصوا في ألوانات كتير كده وفي قصة كده. يعني المهم، يعني الخلاصة انك هتلاقي حاجات كتير هتفتح لك أبواب رزق. تمام. بصي البنطلون من جوه مبطن ايه، عشان كده حبيت اصوره لك من جوه لانه من بره مش باين خالص. يعني ما تشوفيه كده من بعيد سواء في الفيديو او حتى على الحقيقه ما كنتش اعرف ان هو مبطن الا لما لمسته بايديا. بصوا هنا ده ماكس اهو. شفتي بقى؟ شفتي بعينك ان قد ايه المكان ده فيه لقمة عيش حلوة جدا، تقدري تستفيدي منها جدا. ويعني بصي هتربحي منها والله ارباح حلوة جدا. بس انتي امشي ورايا. تمام. قبل ما ندخل بقى في الغميق عشان الكلام سرقنا، يلا يا بنات نذكر الله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله، وصلي على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. تمام. تمام. بنتكلم دلوقتي في المشروع اللي احنا هنعمله علشان يحسن الدخل في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده. تمام. لازم ندور على اي حاجة تحسن دخلنا كلنا. فانا مثلا واحدة من الناس عملت قناة، تمام، او قناتين او ثلاثة، اي حاجة تحسن الدخل. آه. تمام. انتي بقى، انتي مثلا مثلا موضوع القنوات ده لو جيتي تعمليه هيطول معاكي شوية، او معاكي اطفال مش قادرة تنزلي تصوري، مش قادرة. انا بنزل كل يوم على فكرة. تمام. فهو الموضوع بس متعب شوية في حتة انه ان انت لازم تنزلي ساقعة تلج مش تلج، لازم تنزلي. تمام. التغيب بس الايام اللي فاتت كان عشان الامتحانات. الحمد لله ابني اخر يوم بكرة، فان شاء الله خير يعني. بعد كده هنبقى كل يوم الثلاث قنوات فيديوهات زي ما اتعودنا مع بعض بإذن الله. بصوا بصوا التبطين، بصوا بصوا البنطلون وجماله بقى. شايفين؟ انا بتكلم شويه اديكي شويه معلومات، بعد كده لما اما اقف قدام حاجه زي دي لازم اوريها لك بتفاصيلها. بصي بنطلون زي ده برضو، بصي ماركه ايه. شفتي؟ قربت لك اهو على الماركه عشان تشوفيها، ماركه ماكس. بصي كمان اللي وراه اللي هو فيه نمش ده قد ايه شكله حلو. بصي، بصوا شايفين؟ علشان كده انا بقولك هتشتغلي في الموضوع، نقي الماركة. كل فيديو بقول الكلمة دي وجربي اللي انا بقولهولك ده. والله العظيم والله العظيم انا عايزالك الخير. نقي الماركة، مش تنقيش حاجة، معلش في الكلمة، مصري. ما تنقيش حاجة يعني حاجة مصري او حاجة. يا بصي شاورتلك على بنطلون كان فيه ديفو بسيط كده. خدي بالك من الحاجة وانتي بتنقيها. اتفقي مع البياع لو خلال يومين تلاتة ينفع ابدل. لو خلال يومين تلاتة ينفع ابدل، عشان انا باكل عيش في الحاجات دي. هاخد منك مثلا 7 8 بنطلونات، ينفع ابدل خلال يومين تلاتة. هاي انتي بقى واتفاقك مع البياع. تمام. تمام. لسه كمان احنا دلوقتي واقفين عند البنطلونات ابو 25. هجيب لك دلوقتي كمان زي سويت شيرتات وبلوفرات وحاجات كده برضو بسعر قليل جدا. تقدري برضو تمشي حالك مع الحاجات دي. بصي البنطلون في منتهى الشياكة، بصي مستورد وجميل جدا.
وهوريكي ما برضو حد تاني بيبيع بنطلونات تانية في الشارع ده ب45 جنيه. طب انت كل ده ما قلتيش الشارع. احنا يا ست الكل في المنبع اللي ورا مستشفى الجلاء. متابعيني عارفين المنبع ده لاني قلته في فيديوهات كتير قبل كده، بس انا بقولك انت اللي لسه داخله القناه جديد، علشان لو هتروحي عايزه تستفيدي وعايزه ترزقي، روحي المنبع ده. بصي البنطلون، بصي ده بنطلون زي جيب، تمام، واسع، رجلي واسعه قوي، تمام. آه يعني بصوا مش قادرة اقول لكم المنبع ده فيه كنوز والله العظيم. في الكنوز كلها اللي مش هتلاقيها في شارع 26 يوليو. احلى حاجة في المنبع ده بقى اللي بيميزه ايه؟ جنب محطة مترو جمال عبد الناصر. المنبع ده ورا مستشفى الجلاء، اديني قلت لك اهو على السر. باب مستشفى الجلاء فين؟ اهو، خشي من جنبه، في وراه كده منبع. لو نزلتي حضرتك محطة مترو جمال عبد الناصر وقلتي فين مستشفى الجلاء، الشحات اللي ماشي في الشارع، سوري في الكلمة، هيقولك هناك اهي المستشفى اهي. واظن كلنا عارفين مستشفى الجلاء، لاني يعني 80% في مصر ولدوا فيها فعارفينها. فطبعا انتوا عارفين المستشفى دي اساسا مستشفى ولادة، فمشهورة جدا. انتي مثلا من محافظة وما تعرفيهاش، طبعا على عيني وراسي انا فاهمة كل ده. اول ما تنزلي محطة المترو فين مستشفى الجلاء لو سمحت، او لو سمحتي صدقيني اي حد ماشي هيشاور لك عليها، تمام. خلاص، شفتي ده كان برمودا جميل ازاي؟ بصوا يا خبر ابيض على شياكته. بصوا السوسته اللي تحته، وبصوا التقفيل بتاع الحاجه المستورده، وبصوا اللي وراه كمان برمودا. بصوا انا عماله اشرح لك تفاصيل البنطلون ده لانه تقيل جدا وحلو جدا. لما تجيبيه ب25 جنيه بتوع ايه دول؟ بصوا ده، شفتوا قد ايه تقيل وجميل؟ عشان كده بقول لك استلقطي الحاجه دي، تمام. هنا بقى دخلنا على كوليكشن ب35. كان ايه؟ كان سويت شيرتات وحاجات. البنطلونات كانت ب25 وانا كاتبالك على الشاشه كل حاجه. هنا السويت شيرتات كاتبالك اهو ب35. سويت شيرتات، بلوفر، اي حاجه بقى هتقابلك في الكوليكشن ده. انت بقى خليكي شطوره واعملي ايه، وفقي، هتشتري شويه بنطلونات ووفقي عليهم حاجات كده وبيعيهم كاترنجات، او اللي عايز ياخد حته لوحدها وحته لوحدها برضو مفيش مشكله. يعني ما توقفيش نفسك على حاجه، تمام. خلاص وصلتي المنبع، هتلاقي فروشات كتير جدا. اللي انا واقفه عنده ده بالظبط اسمه عماد، تمام. وعماد ده انا كنت عامله عنده فيديوهات قبل كده بتاعت الدريسات اللي بالتيكت، وكان عنده كمان حاجات بالتيكت، بلوفرات وحاجات برضو بالتيكت، كنت مصوراها عنده. هو بيبقى واقف ورا مستشفى الجلاء، تمام. هسيب لكم برضو رقمه في اول تعليق مثبت عشان لو عايزين تروحوا توصلوا له. على طول بيبقى عنده حاجات باسعار وهميه جدا، تمام. فانتوا يعني حته زي دي لو وفقتوها برضو مع بنطلون مثلا، بنطلون كحلي، حاجه كانه تريننج، خلاص كده انت جبتي تريننج ب60 جنيه. متخيله بنطلون دفايه كده يكون كحلي، ولسه كنا شايفينه كان ماركه ماكس وكان قدامكم. لو جبتيها على السويت شيرت ده انت عندك تريننج خلاص كده، فاهماني؟ لو بعتيه بقى ب100 ولا ب120 ولا ب150، فخلاص كده بقى عندك تريننج، تمام. انا بديكي اهو افكار وبديكي حاجات، يعني حاجات لو انت مثلا هترتبطي بقطعه قطعه، لا يا ستي بيعيهم. بصوا ده مثلا ماركه بوما، شايفين؟ بوما اصلي، يعني باين جدا الماتيريال حتى بتاعته حلوه قوي زي ما انتم شايفين، حاجه حلوه جدا. فهتشوفوا دلوقتي كمان معايا كوليكشن بنطلونات ب45 جنيه برضو، فيها الفورمال، فيها الجينز، فيها كل حاجة. شفتوا القطعة دي قد ايه جميلة وشيك جدا، وب35 جنيه بس. سويت شيرت على فكرة. لو انت بقى اول مرة بتشوفي قناتي وقناتي لسه معدية عليكي كده بالصدفة، انا اسمي شيرين كمال، اعوذ بالله من قولة انا طبعا. انا اسمي شيرين كمال وعامله 3 قنوات نفس المحتوى. المحتوى ده ايه؟ المحتوى ده بقدم لك كل اسرار وخفايا وكل ما يخص الوكاله. شفتي السويت شيرت ده قد ايه ومليان ستريس؟ ممكن تنقي عليه بنطلون جراي كده هيبقى تحفه، او بنطلون اسود هيبقى تحفتين، فاهماني؟ بديكي افكار والله ما تخطرش على بالي العفريت، تمام. قنواتي عدت عليكي كده بالصدفة. أنا زي ما قلت عرفتك بنفسي، ودي قناة واحدة من قنواتي اسمها عروض مودرن مع شيرين، وعاملة قناتين تاني نفس المحتوى. طبعا بسيبلك كل أرقام الشباب تحت الفيديو في أول تعليق مثبت. ده واحد تاني على فكرة، ده اللي هو اللي قلتلك عليه ب45 جنيه، تمام.
عنده بقى كمية بنطلونات فورمال هايلة هايلة، زي ما انت شايفة الاسود كتير، الجراي كتير. بصوا بنطلون زي ده ب45 جنيه، تحفة. البنطلون ده في اللبس حرفيا بيبقى رهيب. بصوا في حاجات جينز اهي ومقاس كبير، يعني ما ترتبطوش اني مثلا لا احنا مش هنلاقي غير مقاسات صغيره، لا في مقاسات كبيره اهي. وانا وعدتكم فعلا ان اجيب لكم اسعار البنطلونات في الشارع ده، وجبت لكم اهو. كان في كمان ب65 بس كان عليه زحمه جدا، يعني الشخص اللي كان عنده كوليكشن ب65 كان عليه زحمه قوي اليوم ده، فمعرفتش اصور، فقلت مش مهم اصور لكم المره الجايه، مش مشكله. انا كده كده كل يوم هناك. بصوا ده، يا خرابي على البنطلون ده وجماله في اللبس، اساسا طالع ترند. تمام، عجبك الفكرة وعجبك كل حاجة وعجبك الكوليكشن وعجبك المجهود الرائع ده، اعملي لايك بقى للفيديو فضلا منك وليس أمرا، وكمان اشتركي، هتنوريني جدا جدا، وهتاخدي أفكار معايا دايما حلوة. بصي هتبهرك كده، وإن شاء الله كلنا نبقى إيد واحدة على اليوتيوب. انتوا فعلا عيلتي الكبيرة، كلنا هنكبر مع بعض في يوم من الأيام، هتبقى قنواتنا دي كبيرة جدا، ودايما هندي أفكار لبعض. كل ما قنواتنا هتكبر، الأفكار بقى والتعليقات هتفيدنا جدا. هنتشارك في التعليقات، هنشوف أفكار، هنشوف أخبار. بصوا يا بنات، ده ماركة بريشكا، برضو كان حلو جدا. تمام، ليجن اللي هو اللي زي ستريتش كده، يعني عشان بس ما تقولوش ما فيش جينز، لا في جينز اهو، وتقدروا تجيبوه. البنطلون الجينز النهارده يوم ما بتروحي تجيبيه من محل ب120، ده لو كان سعره حلو متواضع كده والله. وطبعا انتوا مش بصوا البنطلون ده قد ايه واسع يا بنات، بصوا يلمس حوالي 120 كيلو. بصوا ده كبير جدا على الشماعة. بصوا شفتوا، لقيت كمان في السلسلة دي كده في الجنب، حاجة رهيبة يعني. لا وماتيريال عالي وحلو جدا، هيعجبكم. عشان ما تقولوش ما فيش مقاسات كبيرة، لا في مقاسات كبيرة، وفي كل حاجة هتلاقوها، المقاسات كلها هتلاقوها. بس انتوا روحوا اعرفي مثلا مين عايز منك مثلا حاجه، قولي لها مقاسك ايه، وانزلي استلقطي. هتلاقي بقولك ورا في المنبع ده اللي هو ورا مستشفى الجلاء، المقاسات كلها اللي انت عايزاها هتلاقيها، صدقيني. زي ما حضرتك شايفه، بصي ده يجي 3 استندات بقى على كده، بصي جنب بعض كده 3 استندات. فين الشخص ده قدام؟ بصوا هنا الجينز اهو، بصوا الجينز اشكاله حلوه ازاي. بصوا ده مثلا جملي، وفي الاحمر ده كان ماتيريال عالي جدا، برضو عجبني قوي. قدام مول اسمه مول الاولياء، يعني هو الشاب ده قدام مول اسمه مول الاولياء، والحيطه اللي قدامنا دي ظهر مستشفى الجلاء، يعني الحيطه اللي هو فارش عليها دي ظهر مستشفى الجلاء قدام مول الاولياء. تمام تمام. المول هناك معروف قوي، يعني لو دخلتوا الشارع فين مول الاولياء هتلاقيه اساسا في وش جنبيه مطعم كده. هتلاقي الشاب ده فارش قدامه زي ما انت شايفه على طول، فارش بنطلونات. تمام. واحنا في اخر الفيديو، يا رب تكون فيديوهاتي بتفيدكم وبتعجبكم، يا رب. لو بتعجبكم ما تنسونيش بقى شيروا فيديوهاتي يا بنات، واعملوا لايك للفيديو قبل ما تخرجوا فضلا منكم وليس امرا. ان شاء الله مع بعض على طول، كل يوم فيديوهات احلى باذن الله، وافكار احلى واحلى وانتم معايا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.